عبد الحسين الصايغ في الدوحة. تفضل يا أخ عبد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا أخي. الشهادة لله يا دكتور أنك أتحت لنا فرصة المداخلة والمشاركة أكثر من غيرنا، فهذه تحسب لك، فجزاك الله عنا كل خير. أهلا وسهلا. يعني نحن نفتح الباب لمتصلين كثر، وأهلا وسهلا بك. وبعض الإخوان يعني يتصلون ومن كل يوم تقريبا، زي الأخ الشمري والأخ أبو حمادة في كل حلقة تقريبا يحصل. فأهلا وسهلا أخي، تفضل. وشهادة لله أن لا نجد في قنواتنا سعة صدر كما نجدها في قناتك يا دكتور. أهلا وسهلا أخي. كلمة أقولها لله، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعني بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتيني بالنسب. كلما يا دكتور الهاشمي أخلو بنفسي تمر علي كلماتك كشريط إخباري في ذهني، وهو السؤال يطرح نفسه: لماذا علمائنا يريدون منا أن ندور في حلقة مغلقة فيها الحقد المركب والبغض واللعن والسب والطعن، ولا يحق لنا أن نسمع ما يقال في محيط الدائرة الخارجي؟ وإذا سمعنا وحدثنا أنفسنا وفكرنا بعقولنا المصادرة فيشك في حبنا وولائنا لآل البيت الأطهار. أليس الأولى والأحرى أن نحقد ونكره ونبغض من اعتدى على بلادنا وقتل أهلنا وسفك دماءنا وهتك عرضنا؟ فأقسم بالله العظيم وأقسم برأس الحسين أنني في 30 سنة خالطت كثير من أخواننا وجيراننا أهل السنة، بل جلست مع المتطرفين منهم أو ما نسميهم نحن بالوهابيين، مع اختلافي معهم في أمور كثيرة، فما وجدتنا أكثر منهم حبا لآل البيت، بل وجدتهم والله يشهد يحبون آل البيت ويوالونهم ويسمون بأسمائهم، ويحبون من كان آل البيت يحبونه ويصاهرونه، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، وحشرنا معهم. فمن ثمار هذه القناة المباركة وصاحبها الرجل الذي نحسبه رجل مخلص، وبرامجها الشيقة أعلنها أمام الملأ، ولو كلفني ذلك عداوة أقرب الناس لي، وهي التوبة النصوح، وأتبرأ مما كنت عليه من تعطيل عقلي والتقليد الأعمى والسب واللعن لخير الناس، وأرجو الله قبول توبتي، وأوجه كلمة ونصيحة إلى أهلي وأخواني من شيعة آل البيت الطيبين الكرام إلى قول ربهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أقول لأهلي وأخواني: فكروا بعقولكم ولا تعتمدوا على عاطفتكم، ومحصوا ما تناقلته كتبنا، فما وافق رضا الله خذوه وما خالف اتركوه. وكلمة أوجهها إلى علمائنا الكرام الأجلاء الذين نحبهم ونقدسهم: اتقوا الله فينا فنحن أمانة في أرقابكم، علمونا وذكرونا ما بعث به نبينا، وهو أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وليس المسلم باللعان والطعان ولا بالسباب. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. وآسف جدا يا دكتور على الإطالة، وجزاك الله خير على سعة صدرك وحسن وكرم ونبل أخلاقك مع ضيفك الكريم. وكلمة أكررها في النهاية دكتور، أنت كذا مرة قلت يوجد قنوات كثيرة، بل أنا أقول يوجد فوق 1000 قناة، وأنا مستعد ورقمي عندكم يا دكتور، من لا يسعه إلا أن يركب ستلايت فأنا أركب له ستلايت على حسابي، فيدعنا وشاء نستفيد نحن في قطر والبحرين والكويت والأهوال، نريد